السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في قناة وصفات من مطبخ هبة. وصفتنا لليوم صحية جدا، لذيذة وغنية بقيمتها الغذائية العالية. سهلة جدا في التحضير وما تحتاج أي وقت منكم. وصفتنا لليوم بسكويت اللوز. نبدأ مع بعض طريقة التحضير والمقادير ونقول بسم الله. لتحضير بسكويت اللوز أحتاج أولا إلى كوب كبير من اللوز، طبعا مش مقلي، بيكون ني. بطحنه بالطحانة أو بمحضرة الطعام. بهذا الشكل بيكون معايا ناعم جدا، طبعا من غير ما أقشره أو أي شيء. بحطه على بولة وبضيف له حوالي 3 ملاعق كبيرة من العسل الأسود أو دبس التمر. أنا خلطت الاثنين مع بعض، خلطت عسل أسود وخلطت كمان دبس تمر. بعد كذا بضيف ملعقة كبيرة أو ممكن ملعقة صغيرة من الخميرة. هي هذه خميرة غذائية، بتكون غنية بالبروتين، عالية بالبروتين. أنا أخذتها من موقع آي هيرب. ضفتها علشان تعلي لي كمان القيمة الغذائية للبسكوت. بعجنها بهذا الشكل وبرجع أكور البسكوت على شكل كرات. طبعا بمسح على إيدي بشوية زيت زيتون أو زيت جوز الهند، وبكور البسكوت بهذا الشكل زي ما تشوفوا، ناعم جدا وطري وحلو جدا. بخلص الكمية كلها بهذا الشكل على شكل كرات. طبعا الكمية بتحط لي يعني كمية مناسبة بالنسبة إلى كوب واحد من اللوز. بعد كذا حطيت على صاج ورق زبدة، وحطيت كمان ملعقتين كبيرة من السمسم وملعقتين كبيرة من الحبة السوداء، وخلطتهم مع بعض. وباخذ الكرات وأحطها على السمسم والحبة السوداء، بخليها تتغطى بشكل كامل من جميع النواحي. بدحرجها على السمسم والحبة السوداء إلى أن تتغطى تماما، وبرصها على الصاج اللي هو طبعا مغطى بورق الزبدة. بعمل الكمية كامل بهذا الشكل. بعد ما انتهيت من تشكيل البسكوت كامل ورصيته على ورق الزبدة بهذا الشكل، الآن ببدأ أشكله على شكل أقراص بواسطة ممكن كوب من الزجاج أو ممكن حتى بإيدنا. المهم إن إحنا نسطحه ونخليه بشكل دائري مش مرتفع زيادة، علشان لما يستوي يكون معاكم مقرمش. فحاولوا قدر الإمكان إن أنتم تخلوه رقيق، يعني مش رقيق زيادة ولا السمك يكون مناسب. طبعا في هذه الأثناء أنا بكون ولعت على الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسط. بعد ما خلصت الكمية كامل من التشكيل، وضغطت عليها بإيدي علشان أتأكد من سمكها إنه هو تمام ومش مرتفع، علشان حابة إني يكون مقرمش ومش طري بالوسط. بدخلته على الفرن، طبعا حطيته على الرف الوسط لمدة 15 دقيقة وبيكون معاكم جاهز. طبعا ملحوظة، بعد ما يستوي معاكم من تحت بنرجع نولع عليه الشواية من فوق علشان يتحمص وياخذ لون، وبيكون هذا شكله النهائي. طبعا الطعم لذيذ جدا، نقدر ناكل منه بكل ارتياحية من غير ما نحس بالذنب انه هو ممكن يزيد الوزن. حلو جدا لمرضى السكر ومرضى حساسية الجلوتين، وكمان لأي شخص بيتبع نظام غذائي خالي من الكربوهيدرات أو نظام الكيتو. لهنا الوصفة طبعا وصلنا لنهايتها.
أتمنى تكون نالت إعجابكم وتطبقوها وإن شاء الله تنجح معاكم. ولا تنسوني من عمل لايك، واللي مشترك في القناة أتمنى يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.